السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وسلام. طبعا عشان غبت عليكم فترة، فعشان كده هكثف الفترة الجاية دي الفيديوهات، وهعمل لكم بدايل كتير جدا 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 رخيصة. وكمان بصي، مش عايزة اقول لك فعالة جدا جدا جدا. هعمل لك غسول النهاردة، غسول بالشاي الاخضر، وغسول بالجزر، وغسول بالزنجبيل. حاجة كده بصي ولا اروع من كده. تمام، يلا بينا كده نبتدي ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد، فضلا وليس امرا، ادعوا لامي بالرحمه. اول حاجه عندنا هعمل لك النهارده غسول الريتينول او الغسول المبيض بديل الريتينول، اللي حرفيا هتشوفي نتيجته من اول استخدام. هتجيبي لي صابونه غار او صابونه نابلسي شاهين، تاخدي نصها وتبشريه. انا عايزه بس معلقه. عارفه الازازه بتاعه الغسول اللي هي البامب دي؟ لو عندك واحده استخدميها. ما عندكيش اي ازازه عندك غسول او اي علبه معقمه ونضيفه وتحطيها برضو فيها، هيبقى كويس، ما فيش مشاكل. هتجيبي لي ايه؟ اول حاجه، انت عارفه ان الصدر بيرغي. لو جبتي الصدر المطحون وعملتيه، حطيت عليه ميه وعملتيه في ايدك كده ولقيتيه مش بيرغي، يبقى ده مش صدر يا قلبي. الصدر بيرغي وبيعمل رغوه حلوه جدا جدا جدا، وبينضف جدا جدا جدا، بس بينشف البشره. وهقول لك ازاي ترطبي. هتجيبي لي ايه يا ست البنات؟ معلش عندي برد وحالتي مش احسن حاجه خالص. هتجيبي لي ايه بقى؟ هتجيبي لي معلقتين اتنين، معلقتين اتنين مش مليانين قوي، معلقتين ممكن يكونوا صغيرين مثلا. تمام، ممسوحين كده، من الصابون المبشور اللي هو صابون الغار، او صابونه نابلسي شاهين، او صابونه الجريسلين. تمام كده، مفيش خيارات تالته. وتحطيهم في كوبايه ميه مغليه، وتقلبي كويس جدا جدا جدا. تمام كده. هتجيبي لي ده غسول الريتينول. هتجيبي لي جزرايه متوسطه حلوه، تمام، وتبشريها كويس او تضربيها في الخلاط مع ميه الورد كويس جدا جدا جدا. وبعدين تصفيها. عايزه الميه اللي انت هتصفيها من او عصير الجزر ده يكون ما فيهوش اي حاجه خالص، شوائب او اي حاجه، تصفيه صفيه صفيه. تمام كده. هتحطي لي نص جزره في الخلاط ومعاها كوبايه الميه الورد او نص كوبايه الميه الورد، وتخفقي كويس جدا جدا. طبعا انت عارفه ملمس الغسول، فمش محتاجه اقول لك يبقى ملمسه شكله ايه. وهتجيبي لي معلقتين الصابون في كوبايه الميه المغليه في حمام ميه على النار لحد ما يتصبنوا خالص وتلاقيهم دابوا تماما تماما تماما. هتاخدي لي عصير الجزر ده، عصير الجزر اللي هو نص كوبايه عصير الجزر، تحطي فيها معلقتين صدر مطحونين صغيرين من بتوع الشاي، معلقتين صدر. تقلبي كويس جدا جدا جدا. وبعدين تضيفي لي كل الخليط ده على بعضه. تعززي بقى القوام بايه؟ تعززيه عشان يبقى الصدر بينشف. هتحطي لي معلقه زيت زيتون، او معلقه زيت جزر، او معلقه زيت بذور العنب بس. وبعد كده هتغسلي، تحطيها في البامب دي وتغسلي كويس جدا وتفركي كويس بشرتك. وبعدين تشطفي، وبعدين ترطبي لي بجل صبار عليه معلقه فيتامين اي اويل. طيب ايه النسبه؟ معلقه جل الصبار عليها نص معلقه فيتامين اي اويل. تمام كده، او كبسوله اللي هي 1000 من الصيدليه. مش هحلف والله والله، مش عايزه احلف. بصي النتيجه من اول استخدام حرفيا، هتلاقي بشرتك حلوة قوي 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 قوي. ده للبشرة العادية خالص، عايزين نبيض، وده بديل للريتينول. البشرة الجافة هتزودي المرطبات. عايزة بقى تشيلي بقى انتي اكسدة وتعملي يعني بصي تخلي بشرتك منورة اكتر، هنشيل عصير الجزر، وبدل ما يبقى الجزر هيبقى مغلي الشاي الاخضر مع، يعني لو معلقتين في نص كوبايه هتبقى معلقتين شاي اخضر على النص كوبايه تقلبيهم كانك بتعملي شاي كشري، ومعاهم نص معلقه نعناع مجفف. ادي غسول تاني. الزنجبيل البشره اللي فيها بكتيريا، يعني عندك حبوب، عندك مش عارفه حاجات فيها سوائل، الحبوب دي ربع معلقه زنجبيل، ربع معلقه في الميه المغليه، وبعدين تصفيها وتحطي عليها الصدر المطحون وتضيفيها لمعلقتين الصابون. يا رب اكون وفيت وعرفت اقول لكم البدائل كتير جدا جدا جدا. عايزه اقول لك ان انا هعمل لك غسول بالطماطم والفراوله مقشر كمان تحفه. ده مبيض تحفتين، استخدامه ومن اول استخدام هتشوفي نتيجه حلوه قوي.
ولو رطبتي كويس هتلاقي بشرتك حرفيا ملبن. ادوني فرصة بس اتعافى كده وهصور لكم واقول لكم ازاي تستخدمي ومباشر، لان انا حرفيا يعني لسه ما تملكتش نفسي. ففترة بس تعدي كده وان شاء الله هصوره لكم. بصراحة الغسول حلو جدا 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 جدا. وهعمل لكم غسول تاني بالكركم كمان مبيض تحفة. جربي غسول الجزر اللي هو الريتينول ده بديل الريتينول، هيبقى حلو قوي قوي وهيخلي بشرتك منورة، وحرفيا هتدعي لي وتدعي لأمي بالرحمة. ويا رب أكون قلت معلومة مفيدة، وشكرا وميرسي ليكم. وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.